انا عديت جبت عبد محسن وياسر وعادل عشان نتلم كلنا كده، عشان في كلمتين عاوزين نقولهم. صلى على النبي كده. انا كلمت المحامي عشان يعمل اعلام الوراثه. هحتاج منكم تعملوا له توكيلات الصبح تبقى معايا. جمال حجازي هيشتري البيت والورشه ب10 مليون جنيه، وهناخد منه 3 شقق في البرج اللي هيبنيه بعد ما يهد البيت. شقه لامي وشقه لخالتي سميحه وشقه لعبير ورأفت، وطبعا كل واحد هيتخصم تمن شقته من نصيبه. بالنسبه لامي بقى علشان ملهاش ورث، فشقتها مش محسوبه من كل الفلوس اللي داخله لنا، وهنطلع لها فلوس كمان. تمام؟ وبعد ما يخلص المحامي هحتاج منكم تعملوا لي توكيلات تانية عشان اعرف ابيع لجمال. وانت يا اما انت وخالتي سميحه ما تقلقوش، هدبر لكم مكان كده تقعدوا فيه لحد ما جمال يخلص بنا وتستلموا شقق. تمام؟ وانت يا رضوان، عايزين نبقى نقعد مع بعض عشان الحسابات. عايزين نشوف اللي داخل واللي خارج ونظبط الليله دي. ماشي؟ لا، سيب موضوع الحسابات دلوقتي على جنب. الحسابات يوم الحساب، محدش هيبيع حاجه. نعم؟ يعني ايه؟ هتمشي كلامك علينا كلنا بالصلاه على النبي كده؟ عادي؟ محدش يعرف يعمل حاجه. ابوك الله يرحمه كاتب لي كل حاجه بيع وشراء. ازاي يعني؟ يعني الارض اللي انت واقف عليها دي بتاعتي، الترابيزه اللي كنت قاعد عليها دي ملكي، النجفه اللي منوره لنا كلنا دلوقتي بتاعتي. انت كداب. ده اللي انت بتتمناه. يعني فضلت لابد لابونا في الدره لحد ما خليته يكتب لك كل حاجه؟ كلتنا يعني؟ اخوك وكلكم. بالنسبه لبيت ام سميحه وام انا جايه، مصاريف اللي كانت بتوصل لكم كل اول شهر هتوصل في ميعادها، وعبير ونوره نفس الكلام، كأن الحاج موجود بالظبط. ما شاء الله، واقف وفارد طولك وعامل لي فيها الكبير، وهتعمل ايه لمعرفش مين، وهتدي ايه؟ هو ده اللي عندي. يلا لبنى عشان ما اكلتش من صباحيه ربنا. انتوا هتسيبوه يمشي؟ محدش يفتح بقه. يعني ايه يا فتحي محدش يفتح بقه؟ هتقوم يا بنت. انا مش هسيب حقي، هاخده لو من جوه عينيه. في ايه يا فتحي؟ انت ساكت ليه؟ الواد ده كداب، اكيد كل اللي بيقوله كذب، عشان دي لو حقيقه تبقى مصيبه. وهنعرف منين اذا كانت حقيقه ولا لا؟ لا هعرف، وعرش ربنا لا اعرف. وكذاب او مش كذاب، انت اللي جبته لنفسك يا رضوان، انت اللي جبته لنفسك.